اللهم لك الحمد. هنتكلم عن الاستعداد لرمضان، بس انا شايف الموضوع ده جاي قبل اوانه شويه. اتكلم دلوقتي ان احنا لسه بقى على رمضان مثلا شهر ولا شهر ونص ولا الكلام ده، فاي حاجه نتكلم فيها دلوقتي بنتكلم بقى في صلاه صوم عبادات اي حاجه هسخن شويه، وغالبا بنسبه كبيره جدا ههدى تاني بعد رمضان. فالصح ان انا اسمع الكلام ده وابدا انفذ من دلوقتي، ولا الصح ان انا ممكن اسمعه دلوقتي واركز كتنفيذ قبل رمضان بيومين ثلاثه عشان اخش في المود وما اتعبش لان انا اصلا ضعيف؟ بص، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا كنت عايز اجاوب عليك فعلا، بس انا قررت ما اجاوبش، وقررت ان انا اقول لك ده البرنامج راجعه لا والله ان انا بجد يعني النصيحه لنفسي ولينا، نعم. وده بجد بجد يعني وقت التصوير مش احنا محتاجين من دلوقتي ان احنا نبدا ان احنا نستعد لرمضان. وكده احنا متاخرين، كده احنا متاخرين. والله ربنا ربي يهدينا ويتوب علينا. بس بجد اسال الله عز وجل ان يرزقنا العمر الطويل والعمل الصالح، بس العمر بيجري جدا، وده رمضان ده نعمه، اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان. امين يا رب، امين. وانت بتتكلم دلوقتي اصلا وانا عمال اقول ايه ده، احنا يعني هو انا ماشي في خطه معينه وفي حاجات معينه، سواء كان فيها قدر من الخير او فيها قدر حتى من الغفله او فيها قدر من التقصير او فيها قدر من الاحسان، ايا كان. هو انا خطه رمضان بتاعتنا لسه ما بداتش، ده رمضان فاضل له كام اسبوع. لا ده لازم ابدا فورا، يعني لازم ازرع الزرعه اللي انا عايز احصد ثمرتها في رمضان. فيا دوبك طريق الى الله عز وجل يحتاج لانتباه، يحتاج الى مسارعه، يحتاج لاقتناص الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله في ايام الدهر نفحات الا فتعرضوا له. في امر نبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك روح اتعرض. يعني بقى الائمه بيقول لك التعرض لنفحات الخير فرض واجب على المسلم. ان انت لما تعرف ان الخير هنا نازل روح، ده ليه امر نبوي الا فتعرضوا له، واجب. تمام. ان انت تعمل في نفسك في ان انت ما تلقيش بنفسك في التهلكه، وان انت تعمل العكس اللي هو ايه، ان انت تتعرض للخير وتستقبل الخير. الله عز وجل يقول عن سيدنا ادم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فكره ان انت تكون منتبه، عارف ان لو مسكت دلوقتي حاجه ورميتك بيها مش هتبقى اسمها ان انت تلقيتها. امتى يبقى اسمك انت تلقيتها؟ لما تكون قاعد مستعد وانت مسكتها، صح؟ كده انت يبقى اسمك ايه؟ تلقيتها.